اوكي يا شباب، كالعادة هنخش في شرح الخدعة على طول، ولو ما كنتش شفت الخدعة نفسها فهسيبها لك هنا. روح شوفها وتعالى علشان تشوف الشرح بيتعمل ازاي. بص بقى يا سيدي، هنعوز الكوتشينة بتاعتنا تكون 50 ورقة. اوكي، الكوتشينة العادية 52 ورقة. احنا محتاجين نعمل الخدعة دي ب50 ورقة بس. ولو عايز تحط فوقيها الورقتين التانيين اللي حشناهم، فهقول لك في النهاية تعمل ايه بالظبط. افتكر الكوتشينة العادية 52 ورقة، ولو حطينا عليهم 2 جوكر كمان هيبقوا 54 ورقة. احنا هنحوش الاتنين جوكر وهنحوش 2 كمان زيادة، يبقى عندنا هنا 50 ورقة. هفهمك في النهاية تعمل ايه بالظبط لو معاك كوتشينة كاملة. بص يا سيدي، هيبقى معاك ورقة بيضة، او عايز تبتدي توقع من البداية خالص وتبقى كاتبه هنا. هقول لك ده كله بيتعمل ازاي. تمام، اهم حاجة تخلي الشخص اللي قدامك يلخبط الكوتشينه. ده لو انت هتبتدي ومعاك ورقه بيضه وقلم وهتكتب التوقع بعدين. تمام. طيب، بعد ما لخبطنا الكوتشينه اهو، قدامك حل من الاتنين. يا اما تحفظ اخر ورقه اللي هي الولد، يا اما تحفظ اول ورقه اللي هي الاربعه. انا كاتب هنا التوقع بتاعنا ايه؟ اربعه. اربعه دايموند. يبقى انا كنت حافظ اخر ورقه من تحت. تمام. بس انت تقدر تحفظ دي وتقدر تحفظ دي، اي واحده فيهم اللي يريحك. طيب، فلنفترض ان انا حفظت دي، فهنلم الورق وهتاخدها بالشكل ده كده. هتبقى اخر ورقه اهي، الورقه اللي احنا حفظناها، وهي هتقسم تقطع فيها بالشكل ده، تلخبط فوقيها هتلاقيها لسه اخر ورقه من تحت. تمام. انت كده جبتها من فوق لتحت بشكل الشخص اللي قدامك ما يشكش فيه خالص. طيب، احنا دلوقتي مجهزين الورقة بتاعتنا من البداية. لو انت عايز تكتب فهتشوف اخر ورقة عندك من تحت وتجيب الورقة بتاعتك وتكتب الورقة الاخيرة وتقول له ده التوقع. تمام. او تعمل زي ما قلت لك، تجيب الورقة اللي عندك تكتب وتقول له انا هكتب توقع، وتكتب اخر ورقة من هنا، وبعدين تلم وتلخبط وتجيبها اخر ورقة. اوكي، الموضوع سهل جدا. طيب، ودلوقتي هنبتدي. عايزين نخلي الشخص اللي قدامنا يختار 4 ورقات من اصل 10 ورقات. نعمل ايه بالظبط؟ ممكن نقول له ادي ورق عشوائي. شايف احنا بالطريقة دي بنعمل ايه؟ بنطلعهم اهو. انا عملت ايه وانا برميله ورق؟ انا مطلع 10 ورقات، 3 و3 و4، 10 ورقات. بس لما رميناهم كده الشخص اللي قدامك هيتخيل ان انت طلعت ورق عشوائي ورميته على الترابيزه. قول له اختار اي 4 ورقات منهم، سواء بشكل عشوائي كده او بالشكل الوش كده، اي 4 فعلا يعني مش هتفرق اهو. اهو. طب هيتبقى معاك هنا 6 ورقات، دول هتخليهم تحت خالص في الكوتشينه من تحت. تمام. طيب، ادي الورق بتاعنا اللي هو اختاره بشكل عشوائي. احنا بنتعامل مع الصورة على اساس انها 10، يبقى ده عندنا هنا 10 وهنا 10. يبقى هنمسك بقية الورق ونعمل ايه؟ هنعد بالشكل ده 9 عشان نكمل دول 10. هنا عندنا 1 يبقى سوري، عندنا هنا 1 يبقى 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب عندنا هنا 8 نعمل ايه؟ 9 10. هنا قلنا هنحسبها ب10 وهنا قلنا هنحسبها ب10، فمش هنحط فوقيهم اي ورق. طيب، الخطوة اللي بعد كده ايه بالظبط؟ هنجمع الورق اللي طلع عندنا او للشخص اللي قدامنا اختاره، ال4 ورقات دي. يعني عندنا هنحسب دي ب10، 18، 10 كمان يبقى 28 ورقة اللي هي رقم 1 يبقى 29. مش محتاجين دول في المرحلة دي خالص، عملوا اللي عليهم وزيادة. كام ورقة عشان انا نسيت؟ 29. 29 افتكرت، طلع الإجمالي 29. يبقى هنعد 29 ورقة، والورقة رقم 29 هي الورقة اللي مكتوبة في التوقع هنا. وخلينا نشوف: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهي. الورقة رقم 29 بتاعتنا هي التوقع بتاعنا. طبعا مجموعة خطوات هتدينا نفس النتيجة. اوكي طيب نرجع للموضوع بتاعنا. لو انت هتستخدم كوتشينة 52 كارت انا حطيت كارتين زيادة من كانوا بره كده. الكوتشينة بتاعتنا 52 كارت. تعمل ايه بقى عشان الخدعة تنفع معاك؟ بص يا سيدي، هتعمل نفس الخطوات. بعد ما تلخبط وتعمل كل حاجة هتخلي الورقة اللي انت عايزها التوقع بتاعك بقيت اخر ورقة. ده بعد ما لخبطنا وبعد ما عملنا كل حاجة. كده الورقة بتاعتنا اخر ورقة كتبناها هنا في التوقع بتاعنا. هتقول للشخص اللي قدامك انا هاخد ورقتين عشوائيين من وسط الكوتشينة، واحدة هنحطها كده نحط التوقع بتاعنا وسطيها والتانية فوق. بس انت كده بصنعة لطافة طلعت ورقتين من الكوتشينة حطيتهم على جنب كأنهم حافظين التوقع بتاعنا علشان ما يهربش ويروح في حتة. اهو قول له اهو التوقع بتاعنا ونحطه فوق كده علشان ايه تتأكد انه مكانه. بس كده اللي في ايديك هنا 50 كارت هتكمل بيهم الخدعة نفس الخطوات اللي انا قلت لك عليها. بره هنا عندك كارتين زيادة. خلي بالك ان كده 52 ورقة احنا اصلا مطلعين الاتنين جوكر بره. تمام. بس كده يا سيدي، لو ما فهمتش اللي انا قلته فعيد الفيديو تاني. عارف ان انا ممكن اكون شتتك شوية في الفيديو ده بس معلش سامحني بقى وسلام.